بالفيديو الفنان سعد المجرد يفاجئ ويزلزل كل المغاربة وكل محبيه قبل قليل في أول تصريح صحفي له ويكشف عن موعد عودته للسجن. تفاجأ واهتز كل المغاربة وكل محبي الفنان سعد المجرد قبل قليل لحظة ظهوره في أول تصريح صحفي له يكشف فيه عن تفاصيل جديدة في قضيته وعن موعد عودته للسجن، وإليكم ما جاء في تصريحه والتفاصيل الكاملة. وكانت قد أعلنت عائلة الفنان سعد المجرد قبل أسبوعين عن قرار المحكمة الفرنسية إطلاق سراح مؤقت لسعد المجرد بعد دفعه للكفالة للخروج من السجن بشكل مشروط إلى حين حلول موعد جلسة الاستئناف المقبلة. وخرج قبل قليل في أول تصريح إعلامي له بعد إطلاق سراحه المؤقت يكشف تفاصيل جديدة وغير متوقعة حول قضيته وموعد عودته للسجن، ويصدم كل المغاربة وكل محبيه، حيث وحسب ما جاء في تصريحه فإنه قال: أنا سعيد جدا بخروجي المؤقت، وهذا بفضل دعواتكم، وشكرا لكم على الدعم. الأغنية الجديدة التي أطلقتها قبل أيام فلقد حققت أرقاما قياسية بفضلكم. وقال: إن قضيتي لم تنتهي بعد، وما زلت أنتظر جلسة الاستئناف في أواخر السنة الجارية، وأطلب منكم المزيد من الدعاء من أجلي لكي تظهر براءتي بشكل كامل. هذا ما أفرح وفاجأ كل المغاربة وكل محبيه.